جهزوا شنطتكم ويلا بينا على اجمد ديوز في الساحل الشمالي. الديوز بتاعنا النهارده في اكويا اكوا بار في الكيلو 91 امام قرية اللوز. بالنسبة للاسعار، الاسعار بتبقى ب 650 للكبار، 550 للصغيرين، لكن احنا حجزنا عن طريق ابلكيشن وفرة كان عليه خصومات، الكبار ب 500 والصغيرين ب 450. مواعيد دخول اكويا من الساعة 10 صباحا ل 6 مساء، وفي ايام بيكون فيها حفلات لغاية الساعة 8، من 6 ل 8 بتكون ميعاد الحفلة، ودي بتكون ايام معينة من الساعة 6 ل 8 ايام الجمعة والسبت. بالنسبة للاكوا بار فيها العاب ممتعة جدا للكبار والاطفال. للكبار في 7 العاب للكبار، وفي العاب للاطفال الصغيرين. ومش بس كده، ده في كمان بسين الامواج الصناعيه. طبعا ممنوع الدخول بالمأكولات والمشروبات يا جماعه، ولكن اثناء البريك من الساعه 12 للساعه 2 بيكون بره في تيبلز وكراسي تقدروا ان انتوا تاكلوا في المكان ده، وبعد ما بتخلصوا اكل ترجعوا تدخلوا اكويا تاني. لكن دخول اكويا بيكون في سكيورتي واقف بيفتش الشنط، وممنوع الدخول باي اكل. طبعا المكان حلو قوي زي ما انتم شايفين ومنظم، والجاردس في كل حته. المكان كان سيف قوي يا جماعه. اكوا بارك كانت ممتعه، كانت حلوه قوي، كلها احلى من بعضها. زي ما انتم شايفين هنا دي السلايزز، في اكتر من سلايز. كان في العاب بتركبوها بالعوامات، 2 ممكن يركبوا مع بعض او واحد لوحده. يعني الالعاب دي ممكن 2 يركبوا مع بعض او واحد لوحده. ال3 العاب اللي هي الاصفر في لبني، واللبني، واللي في النص الاورنج. لكن كان في العاب تانية من غير عوامات، تبقى زحاليق بس. ده المكان المخصص للاطفال الصغيرين، كان ممتع قوي بصراحة. في اكتر من سلايزز، في زحاليق هنا حلو قوي. كمان البسين ما كانش عالي، يعني كان ارتفاعه قليل بحيث ان الاطفال محدش يغرق فيه، او اللي ما بيعرفش يعوم ازاي ولا لا. دي كانت اوبشن حلو قوي فيه. طبعا الجاردز في كل حته، ده حاجه كانت امان بالنسبه لي. كان في جوه في مطاعم، وفي اكتر من حاجات ممكن تشتروها من جوه سوبر ماركت، لان طبعا ممنوع تخشوا باي اكل جوه المكان. بس المكان كان حلو قوي، يعني بصوا انجوي باي وقت جوه، هتستمتعوا جدا. بيكون في حفلات، بس الحفلات دي بتبقى يوم الجمعة والسبت بس، بتكون في اخر اليوم من الساعة 6 للساعة 8. الى جانب بقى بيبقى في دي جي شغال طول اليوم اغاني على البسين. في كمان بسين الامواج الصناعية. وبسين الامواج الصناعية كان حلو قوي، يديكم افكت ان انتوا في البحر، بصوت حتى الامواج كمان. بس البسين ده كان بيفتح الامواج فيه اول تلت ساعة في كل ساعة. طبعا يعني في اكتر من بسين. الشезлونجات كتير بصراحة، يعني كله بيلاقي اماكن حتى لو زحمة. بصراحة هم عاملين كنترول على الموضوع ده. في سور بين اكويا وبين قرية اكوا فيو، لو حد عايز يجي اكتر من يوم يدخل اكويا، بيبقى فيه ديوز في القرية. الفرق بين قرية اكوا فيو واكويا سور، بيبقى السور ده بس في باب تدخلوا منه. طبعا بيبقى اسعار الايجار في اكوا فيو متفاوتة، من اول 900 واكتر، وطالع حسب طبعا الشاليه وحسب الغرف. بصراحة استمتعنا جدا، كان اليوم بصراحة ممتع، يعني كل حاجة كانت في المكان كانت حلوة قوي بصراحة. السلايدز دي كانت من غير عوامة، بس كانت ممتعة قوي، الولاد اتبسطوا فيها جدا. هنسيبكم تتفرجوا على باقي الفيديو، نتمنى ليكم مشاهدة ممتعة، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.